السلام عليكم. يا جماعة اسمعوا حكايتي وقولوا لي بقى أنا أعمل إيه قبل ما أتجنن. خلاص أنا عقلي هيطير. أنا أبويا وأمي منفصلين بقالهم 5 سنين وكل واحد في حاله، وإحنا اتعودنا على الوضع ده خلاص. لحد ما في يوم وأنا ماسك تليفون أمي علشان أساعدها في حاجة كده بسيطة كانت عايزة تعرفها من خلال التليفون، لقيت بالصدفة شات بينها وبين أبويا. الشات ده كله ضحك بقى وكلام حلو وكلام واضح جدا ان هما بيتفقوا ان هما يرجعوا لبعض. انا ساعتها بقى كنت هطير من الفرح، قلت بس يمكن ربنا بيصلح اللي اتكسر. سألت امي قالت لي ايوه يا ابني احنا ناويين نرجع. وجريت على ابويا بكلمه ولقيته بيأكد لي نفس الكلام، وانا فاكر ان الموضوع هيقف عند كده، هيبقى رجوع وخلاص، يعني مش اكتر من كده، مأذون هيجي يكتب الكتاب وخلاص خلصنا. يومين ولقيت ابويا بيتصل بيا بيقول لي بقول لك ايه يا ابني، انا جاي ازوركم يوم الجمعه. قلت له خير يا بابا في ايه؟ انا افتكرت بقى ان هو جاي يطمن علينا. قال لي لما اجي هتعرف. الصدمه الحقيقيه بقى ان هو اول ما جه بفتح الباب لقيته شايل ورد وشوكولاته وحاجات حلوه وداخل علينا بقى بكل حماس، ومسكني من كتفي وقال لي اسمع يا ابني انت دلوقتي راجل البيت، وانا بقى جاي النهارده اتقدم لامك رسمي. انا تنحت افتكرته بيهزر، بس لقيته بيتكلم جد فعلا ما بيهزرش. انا بقى جاي دلوقتي عشان ابتدي بداية جديدة مع امك. قعد مع امي شوية وبعد ما خلصوا لقيت امي داخلة عليا بتقول لي ها، ايه رأيك؟ احنا كلنا طبعا انا واخواتي حرفيا وقعنا من الضحك. يعني ايه بابا يتقدم لماما؟ ويعني ايه ماما جاية تاخد رأينا نوافق ولا ما نوافقش؟ المهم فجأة الموضوع قلب جد بزيادة، واتفقوا على الرجوع الرسمي فعلا. وأمي قالت لي إن هي لها شرط علشان خاطر تكمل الجوازة. قالت له بص يا ابني أنا اتجوزت زمان من غير فرح، المرة دي عايزة بقى أعمل فرح كامل، فستان وزفة وقاعة وكوشة. والكارثة بقى إن أبويا موافق وفرحان كمان جدا، وقاعدين بقى يخططوا للفرح كأنهم عريس وعروسة لسه في العشرينات. وبمنتهى البساطة حددوا الفرح كمان شهر. أبويا بقى عنده 55 سنة وأمي عندها 50 سنة، وأنا شايف إن شكلنا قدام الناس هيكون مسخرة جدا. أنا بقى من ساعتها عمالة أتخيل الفرح هيبقى عامل إزاي، أمي لابسة فستان أبيض وبترقص سلو مع أبويا واحنا ميتين من الضحك. انا مش عارفه اعمل ايه. انا مش ضد ان هم يرجعوا، بالعكس ده حلم عمري، بس المشكله في موضوع الفرح اللي هم عايزين يعملوه ده. انا عايز باي طريقه اخليهم يلغوا فكره الفرح دي، مصممين يعيشوا اللي فاتهم. فيا جدعان اقنعهم ازاي؟ اقول لهم ايه؟ اكلمهم باي منطق ان هم يلغوا موضوع فكره الفرح دي خالص؟ ما انا مش متخيل ان هبقى ماسك امي كده وداخل القاعه واسلمها لابويا. قولوا لي بقى اقنعهم ازاي ان هم يلغوا فكره الفرح دي؟ خليني اقول لك رأيي بصراحة ومن غير اي تجميل. اولا موضوع الفرح نفسه هو فعلا شكله غريب جدا ومش معتاد يعني، وفعلا الناس هتتكلم وممكن كمان الناس تقعد تتريق، بس الحقيقة الناس هتتكلم في كل الحالات، سواء عملوا فرح او رجعوا من غير فرح او حتى ما رجعوش. الناس ما بتسكتش. تاني حاجة ان الاتنين دول عاشوا سنين من غير بعض. تخيلوا بقى اتنين عاشوا نص عمرهم مع بعض وبعد كده تم الانفصال واكتشفوا ان هما لسه بيحبوا بعض، او على الاقل لسه محتاجين بعض يعني. ده في حد ذاته شيء جميل جدا وصعب يحصل، وده بيدل ان في مشاعر حقيقية جواهم. مامتك عايزة تعيش اللحظة اللي هي اتحرمت منها، والست لما تكبر مش بتنسى اي حاجة زي دي، اي تفصيلة صغيرة بتفضل محفورة في قلبها. انت واخواتك شايفين الموضوع مكسف جدا، وده طبيعي. انتوا شايفينهم كأم وأب، مش اتنين مثلا بيحبوا بعض، بس الحقيقة انهم بشر وليهم مشاعر وذكريات واحلام حتى لو كان عندهم 50 سنة او 55 سنة. فبدل ما تحاولوا تمنعوهم حاولوا تتفاهموا معاهم كده بالراحة. قولوا لهم ان الفرح الكبير هيكون ملفت جدا وممكن الناس فعلا تتريق، وان ممكن يعملوا حفلة صغيرة كده يحضر فيها الناس المقربين بس، ويا سيدي لو على الفستان تلبس فستان مناسب ليها. المهم ان هم يكونوا مبسوطين وانتوا ما تتحرجوش قدام الناس. عايزه اعرف بقى رايكم في المشكله اللطيفه دي. مستنيه اعرف رايكم في التعليقات. استنوني ان شاء الله في مشكله جديده الحلقه الجايه. سلام عليكم.